عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. حبيت نشكركم قبل ما نبداو الفيديو على الفيديو السابق نتاع الروبه نتاع الملاك. ميرسي حبوباتي، ميرسي اللي فرحتولي، ميرسي على كلامكم الحلو وعلى دعمكم وعلى اللي باركتولي. وحبيت نعلق تعليق صغير اونتر بارونتيز، ولو اني ما نحبش ندخل في المتاهات اليوم، خاطر فما ناس يحبوا بالسيف يطيحوك للمستوى التخي تخي با نتاعهم هما. على كل حال الناس اللي تطلع في القناه كما هنا كما برشا ناس اكيد باش يطلعوا اللي يحبوهم واللي يكرهوهم، وانا اللي يكرهوني تنجم تقول اكثر من اللي يحبوني. كما تعرفوا موجوده الغيره والحس والبغض في كل بلاصه. على كل حال حبيت نجاوب واحده من لي فانز نتاعي قاعده تتبع فيا. هو لما حالة كي تشوف عندها الحق وما عندهاش الحق. قلت لكم العربي كي تعطيه قد هكا ماذا بيه قد هكا. اوكي انا حبيتكم وحسبتكم انتم عائلتي الصغيره وهبطتكم الفرحه نتاعي وكل، اما فما حاجات، فما اللي بتيجي غدا نتاع الانسان مش بالضروره انكم يلزمكم تعرفوا الظروف نتاع البشر. يعني اكيد كل انسان يحب يحتفظ بحياته الخاصه، وما وراء الشاشه ديما فما حياه خاصه وفما حرمه وفما. على كل حال اللي دخلت وقالت لي كيفاش عامله الملاك وانت ديجا معرسه، انا راني ما عرستش ونحب نفسر لك حاجه انت وغيرك، ومش نحكي فيه الموضوع هذايا مره وما عادش باش نزيد نعاود نحكي فيه. بالنسبه لي انا خذيت راجل مش كيفكم انتم عايشين في البلاد في تونس، الراجل اللي تاخذوه في نفس البلاد. انا راهو راجلي جاني من ستوكهولم، جاي من السويد، جاي من دولة أوروبية، ودولة أوروبية بوريكم كل شيء، لكن كي جاي لهنا يلزموا شوية وقت والبروسيدور. كما قلت لكم هو حب من الاول بكل، قال لي عادي يحترمني يعني كرجل شرقي، وحب يمشي للوتيل. انا قلت له ليه ما تخسرش فلوسك، على خاطر فلوسه هما فلوسي انا بالطبيعه. والمراه كي تكون بنت عائله وبنت حلال تخاف على كما تخاف على جيبها تخاف حتى على جيب الراجل اللي هي باش تتزوج به في الحلال. على كل حال دونك احنا ما نمشيوش بالعادات والتقاليد، وحتى كان نمشيو يتفرضوا عليك اشياء لهنا في اوروبا وفي الغربه، هذه الضريبه نتاع الغربه. دونك هذه الظروف نتاعنا. دونك عملنا الزواج الشرعي وتلمو نحبوا نفرحوا. انا بالنسبه لي انا ما يقلقنيش على خاطر تزوجت مرتين عادي، بحكم اللي هو زواجه الاول عمره معرس، عمره ما جابش الصغار، هذه عرسه الاول يبقى حبيت نعمل له حاجه نعمل له، هو يعطيني وانا نعمل ونكمبس ونعمل كل شيء. المهم حاسيله. دونك قررنا انه باش نعملوا الملاك، والملاك هذا احنا في تونس البنات عاداتنا وتقاليدنا نعملوا الملاك نعملوا فيه كتب صداق ونعملوا فيه كل شيء مع بعضه. اوكي كي تكون بالاخص المراه عايشه في الاوروب باش تجيب راجل من تونس يلزم تكتب عليه صداق باش من بعد تهز الاوراق وتعمل له الاوراق. ما انا الراجل اللي عندي جاني باوراقه بكله بكليله بفلوسه باوراقه بخدمته بكل شيء، يعني ما تخافوش عليا. راهو هذه اللي برشا ناس تحكي انت تاخذ راجل اصغر منك جست على خاطر باش تصرف عليه، لان راهي جست حكايه فارغه قاعدين تتكلموا فيها وتحكيوا فيها. راهو الراجل اللي جاني المره هذه بالعكس الساعه ظروفه حتى خير من ظروفي انا بألف مرة، والحمد لله ربي كرمني ونعمني، خمسة وخميس وحوته تمشي وحوته تجي وحوته تصلي على النبي. على كل حال من غير ما نطولوا الفيديو توا باش ندخلوا في صلب الموضوع. اللايف نتاعنا اليوم والفيديو نتاعنا اليوم يا ربي باش نشارككم الطاجين، باش نعمل الطاجين التونسي اليوم باش نعمل الطاجين. عندي برشا ما طيبتوش قلت خليني نطيبو. حضرت الحشو نتاعو، حطيت اللحم مفروم كما تعرفوا. الطاجين نتاعنا ينجم يجيب اللحم مفروم، ينجم يجيب دجاج، كل واحد كيفاش يحب يطيبو. وفما زاده طاجين يجي حتى بالسكامبي بالكروفيت. لهنا خلطنا العظم، حطيت 7 كعبات عظم. اوكي اللحم المفروم طيب، حطيت فيه البصل الجلبانه، فوحته بالكدا حطيت فيه الزعفران شويه نعناع شايح. اوكي حبوباتي لهنا باش نحطوا الفرماج الملحي. هذا الطاجين نتاعنا احنا التونسي، وكل واحد عنده طريقه يطيب بها. راه لهنا الحشو نتاعنا بالطبيعه بعد ما طيبناه، بعد ما طيبنا الحشو كما تشوفوا فيه فيه كل شيء ريحته فايحه بالاخص النعناع الشايح.
بعد ما كملنا خلطنا كل شيء حبوباتي كما تشوفوا. اكيد الطاجين التونسي غني عن التعريف والناس الكل يعرفوه. لهنا حطينا الزبده، انا قررت نحط الزبده ملوطه فوالا، ونحطوا الخليط نتاعنا الكل وسائل ما فيه حتى شيء. البنه نتاعو انك كي تحط فيه البطاطا وتقليها، اللي يحب يقليها واللي يحب يحطها كيف هنا من غير زيت يحطها. دونك فوالا هكايا الطاجين نتاعنا. من بعديك نجيو في الاخر بكل نحطو كعبتين عظم نزينو بها. رياض قال لي كيفي عظم كيفي، قلت له عاداتنا وتقاليدنا هكاك نعملو احنا، الطاجين نتاعنا هكاك يجي حبيبي، فهمت؟ دونك فوالا هذيك تو باش يتنفخ، من بعد يتنفخ ويجي في طريقه. توي تحضر الطاجين نتاعنا كما تشوفوا. المنظر نتاعو شهي وان شاء الله يجي كما المنظر كما البنه، ما اكيد باش يجي بنينه على خاطر وديتو برشا، واي حاجه تبدا اكيد بيجيكم بنينه. هاو تحطوه في الفور ومن بعديك تشوفوا النتيجه نتاعو. حبيتوا يتعرف على العادات والتقاليد نتاعنا التونسيه والثقافه نتاعنا والاكل نتاعنا بيان سور. كل مره نطيبوا حاجه وكل مره يتعرف على حاجه جديده، وبالطبيعه المره الجايه باش نوريكم كيفاش يدوا الملاهي العراقيه والاكلات نتاعهم باهي واحد هكا ينوع شويه. دونك فوالا توا تعديو للفيديو اللي بعد. اما قبل ما نتعديو ما تنسيوش تعملوا سبسكرايب وشيروا بارتاج القناه، خلي العيله نتاعنا تزيد تكبر. نعم بحبكم. عايش قولكم في الطاجين نتاعي يا اختي. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك، خمسة وخميس على يدياتي يا اختي. عسيل وان شاء الله يطلع بنين كما المنظر نتاعو، مام الريحه نتاعو مبين بنين. شوفوا الطاجين ملصق الجمله واحده، ريتو هنا كي تحط الزبده البنات احسن طريقه هي بالزبده. بابي فور ما يعجبنيش الحقيقه في الطاجين. دونك فوالا تويكا باش نقسموا الطاجين نتاعنا. وباش نذوقوه مع بعضنا ونعطيكم رايي في الطاجين اللي عملته. واليوم الفطور نتاعنا مش طاجين هكا، رياض عمل الروز وعمل العدس. هاي ان شاء الله يعجب الطاجين. المستحسن خليه يبرد البنات ديما الطاجين باش ما يتفتفتش، خليوه ديما يبرد على مود انكم تجيو تاكلوه الكعبه تطلع صحيحه معناها، فهمت؟ فوالا باش نطلعوه ونذوقوه مع بعضنا. هيا باش نعطيكم رايي عادة تو في الطاجين التونسي اللحم المفروم. بسم الله. هذه الصحاية نتاعنا كما تشوفوا. الروز عملوا رياض وفوقوا العدس صحي وشوية طاجين ونعملوا سليطة، وهذا هو فطورنا اليوم. نعم بحبكم. فوالا تويكا وصلنا لاخر الفيديو ووريكم وشاركتكم الاكل نتاعي المتواضع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وملتقانا في فيديو جديد في دبارة اخرى. نعم بحبكم. اي ما تنسيوش سبسكرايب.